عاجبكم المشهد دي؟ عاجبكم اللي احنا شفناه دي؟ راضيكم؟ انتوا كده مرتاحين؟ انت كده نايمين في بيوتكم وحاطين راسكم على المخدة ومرتاحين؟ ايه يا عمدة بيومي فيه؟ قلقتنا يا عمدة بيومي، خوفتنا يا عمدة بيومي، مش مرتاحين يا عمدة بيومي. احنا فعلا مش مرتاحين، احنا ذات نفسنا خاينين، مش مرتاحين بس، احنا ذات نفسنا خاينين. قلوبني مش سليمة، قلوبني مش سليمة. طب ايه في يا عمدة بيومي؟ طبعا احنا بالامس شهدنا الموقف في الخليج. طبعا النواب الاربعه لهم كل الاحترام والتقدير وليهم معزي، وانا مش ضد اي حد. انا تحالفي مع النائب احمد مصطفى الدربي ومع النائب عصام بركات. طب ليه يا بيومي؟ الاسباب كتيره، والعده اسباب كتيره، من ضمنها عشان الناس تفهم، واللي نايم يصحى، واللي قاعد ببيته يطلع، ومرة وراجل ما تقعدش في البيت. الأسباب كتيرة. أنا أؤيد أحمد النائب أحمد الدربي والنائب عصام بركات. طبعا ناس متحدثين، ناس تفهم إيه معنى سياسي، ناس لاغية كلمة قبلية تماما، ناس عاوزة تعمل لمركز أبو تشت وفرشوط، وعاوزة تعمل لقرى مركز أبو تشت وقرى مركز فرشوط. ناس مش باصة تحت رجليه، ناس خايفة على المركزين، مركز أبو تشت ومركز فرشوط. فشفت عدة الأسباب اللي خلتني أنا واقف مع النائب أحمد مصطفى الدربي ومع النائب عصام بركات. اللي قلت لكم أنا متقلق من المشهد، اللي قلت لكم أنا مش مرتاح، اللي قلت لكم أنا مش مطمن، لأنه ممكن تحصل خيانة، ممكن تحصل غدر، ممكن اللي شايفه موسي يطلع فرعون على أهالينا. ولو كان في نخوة وفي دم وفي صلة قرابة وفي صلة ود وفي صلة عار وفي صلة شماتي وفي صلة غيري، سمهود تطلع بالنفر والسلامات تطلع بالنفر. طب انت كده يا بيوم متحيز وما تدعي للفتنة؟ لا، انا لا ادعي على الفتنة ولا ادعي على القبلية ولا ادعي على اي شيء تمام، ولكن انا مؤيد نائبي والنائب الثاني عاوز يساعد النائب الثاني، النائب الثاني عاوز يساعد النائب الثاني. طيب هنوقف ونساعد بعض، هنحط يدنا في يد بعض. فرشوط الرجالي، قرى فرشوط الرجالي هتوقف مع احمد الدربي وهتوقف مع عصام بركات، ولا هناخد الكرسي ونطيره؟ اللي كان على النائب احمد الدربي وعصام بركات ناويين يعملوا حاجه في مركز ابو تشت وفرشوط، وناويين يعملوا حاجه في قرى مركز ابو تشت وفرشوط، وغير تمام غير صحيح انه هياخدوا الكرسي ويمشوا، وغير تماما غير صحيح انه هياخدوا الكرسي وهيمشوا. احمد الدربي ناوي يعمل لمركز ابو تشت وفرشوط وقرى مركز ابو تشت وفرشوط، وكذلك عصام بركات. فعلينا نحطوا يدني في يد بعض. طب انت يا بيوم غيور ليه للجرده دي؟ ده انت من بلد وهو من بلد، ايه الصله اللي يخليك انت مديك فلوس هيعمل لك مصلحه؟ والله اطلاقا.
والله ما في حاجة، الله محبة ربانية أتت إنه أنا أدافع للشخص دي. وهقول حاجة، سواء الشخص ديتي نجح أو لم يحالف الحظ، فأنا مؤيد مستمر في تأييده. عملت اللي عليا قدام رب العالمين، رضيت ضميري قدام رب العالمين، وقفت وما رجعتش لورا، عشان أباتني وجدودنا ما رجعوش لورا، كملنا مسيرتنا للنهاية. وإن شاء الله هيحالف الحظ رغم القلق، رغم التوتر اللي احنا فيه، ولكن ربنا مدينا أمل إن شاء الله ناجح. سمهود تطلع بالراجل، تطلع بالمرة، وتوقف مع ولدي، زعلان منه وابقى عاتبه. ليك حق عليه، هتاخد حقك بس بعد ما الأمور ترتاح وكل واحد يجيب لك حقك. لكن ده عاركم، ده لحمكم، ده دمكم، ده شرفكم، ده هو اللي هتتشرفوا بيه، وهو اللي هيعمل لمركز أبو طشت وفرشود. أنا قلت الرسالة، ويا رب تتحملوا الرسالة والأماني، وكل مركزي أبو طشت وفرشود وقرى مركزي أبو طشت وفرشود تدي للنائب أحمد الدربي وعصام بركات. تحياتي.